بغية المريد. بغية المريد. بغية المريد إبحار في عالم التصوف. إبحار في عالم التصوف. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي. بغية المريد مع أسماء بوهد. إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين الناس. مساء الخير عليكم أعزائي المستمعين، ومرحبا بكم في حصتكم حضرة بغية المريد في آخر عدد في مولاي بن تونس. شكرا للرفقة الطيبة وللأنوار الربانية المحمدية اللي اديتها منك ودوها أكيد الكثير من المستمعين. سي مولاي. عليكم سيدة أسماء، مساء الخير والسلام على الجميع وعلى كل مستمعين إذاعة مستغنم. الحقيقة احنا ما نقدروش نقولوا باللي احنا اللي مدينا، حاشا، احنا ما إنا إلا الوصايا نتاع المشايخ ونتاع اللي ربونا رحمة الله تعالى عليهم، أنك قال دائما هذه مسألة التبليغ، لأن هذا الشيء ماهوش نتاعنا، ماهوش رزقنا. مع نحن باش نوصلوا كما يقولوا احنا عندنا ديك العبارة في العامية، يقول احنا نوصلوا غير الخبز للفران. لا شيء بيدنا، كل شيء على يدنا. احنا على كل نحمد ربي ونشكره على هذه النعمة. نشكرك كذلك انت يا كثير سيدة أسماء والضيوف اللي جاوا، لأننا كان سمعنا ردة فعل نتاع الكثير من المستمعين لهذه الحصة، واللي في سكن قالوا باللي فادتهم بزاف. ايوا الحمد لله وشكروا له اللي فادتهم، وحنا كما قال لك تتسجل علينا غدا امام باليهودي درنا الشيء اللي طقنا عليه. باش نذكروا المستمعين اننا حاولنا نطرقوا الى كل الطرق الصوفيه. نعم. تقريبا كل الطرق الصوفيه. تقريبا يعني التيجانيه اللي موجوده في مستغانم واللي مش موجوده، واللي ما كانتش موجوده في مستغانم. نعم. ولو انه مستغانم تقريبا فيها كل الطرق. والدليل على النقشبنديه. النقشبنديه وصلناها في مستغانم. جبناها في مستغانم وجابوا بدل النقشبنديه. وهذا معنا هذا المهم يعني. اليوم رايحين نديروا تميز. اليوم يكون عندنا تميز ان شاء الله، وذكرناه في عده ذكرنا هذا التميز لما تكلمنا على الطرق الصوفيه في الجزائر، وذكرنا هذا التميز. اولا خليني قبل ما نروح التميز اللي راه اليوم نشكر كل اللي فات معنا. كان معنا أستاذ مصطفى عزي، مشكور كثير. نعم. كان الخبير التاريخي تاعنا. أستاذ مصطفى رجعي. نعم. أيضا كان معنا شباب. نعم. شباب اللي استفدنا منهم واستفادوا حتى هما منكم. كان معنا نساء كانوا من الزاويه العلويه، من الزاويه التيجانيه. كان معنا حتى اللي غير تربوا في زاويه كما السيده اللي جبناها حكتنا على ليله القدر. المستمعين اللي ما كانش يعرف انه متصوف واكتشف مع بغية المريد أنه رجل صوفي. السيدة ميادة من سوريا. سيدي بالقاسم من تيزي وزولي جانا من فرنسا بالطريقة الرحمانية. كان معنا من قسنطينة ومن كندا سي مصطفى. نعم. سي أبو بكر. سي محمد بن برنو من لندن. كل من مر معنا إلا وكان له أثر طيب في هذا الحصة. والشكر الكبير للمستمعين اللي ما بخلوش علينا بالنصائح بكل شيء. حاجة واحدة حزت في نفسي، السيد اللي كان يدير دايما يلومنا ويقول التصوف بدعة وما باش يجينا. نتمنى ولكن مليح. شوف احنا هو غادي يجينا كل شيء مليح. إذن ضيفنا اليوم سي مولاي، مشكور عليه انت. على كل حال الضيف نتاعنا اليوم من منطقة في الحقيقة منطقة عامرة بذكر الله، وشهدت يعني الكبار من أهل الله، يعني ولو كان هذه العبارة تبان غريبة عند البعض. يعني منطقة عامرة بأهل الله، حتى احنا يعني في التأثير تاع هذه المنطقة، حتى المداحات عندنا في بعض القصائد ذكروا شيخ من المشايخ، يعني باش نشوفوا يعني العمق نتاع هذه المنطقة في المجتمع، خاصة المستغانمي، والعلاقة اللي عندنا معهم. وهي منطقة كبيرة، شهدت يعني حتى في الثورات ضد المستعمر الفرنسي، شهدت الثورات الكبيرة، حتى يعني الدور اللي لعبوه مع الأمير عبد القادر. هي هذه المنطقة اللي هي منطقة البيض أو الأبيض سيد الشيخ. وعلى كل حال يحضر معنا اليوم أستاذ جامعي ابن المنطقة وابن الزاوية، سي أستاذ سماحي. مرحبا بك أستاذ معنا في هذه الحصة. بك وهلا. مسيك بالخير. مساء الخير أستاذ. مساء الخير سيدة أستاذ سماحي أحمد بوحجرة، نائب عميد كلية العلوم الاجتماعية، زارتنا بركة. وهو كذلك، الله يبارك فيك. السيدة أسماء أخي وصديقي والشيخ مولاي، من خلالكم نتوجه يعني بالشكر والترحيب والمحبة
لمستمعي الإذاعة، إذاعة يعني مستغانم شكرا. بشكل عام، والمحبي ومتتبعي هذه الحصة يعني بشكل خاص. شكرا جزيلا. في هذه الحصة الأخيرة التي سوف تكون إن شاء الله خاتمتها يعني مسك إن شاء الله. الثمرة الأخيرة في الشجرة دائما تكون يعني هي أحلى ثمرة أحلى وأطيبها إن شاء الله. إن شاء الله. قبل ما نبدأ كلش قول لي الأقدار اللي قاستك في مستغانم. هي في الحقيقة يعني الأمر كذلك عنده يعني تفسير مرتبط يعني بهذا الجانب يعني الروحي والصوفي. أعطيت لي الإمكانية أنني أتوظف في وهران، وهي مدينة أحبها ودرست فيها، وكذلك يعني في مستغانم. الأمر يعني ألتبس علي يعني في الاختيار. في الليل قلت في نفسي أنا أذهب صباحا بحكم الطريق نمر على وهران، إذا وجدت الأبواب تاع الإدارة لأن كان وقت تاع عطلة تاع في ديسمبر مفتوحة، فيعني وهران هي اللي هي فاتحة الأبواب، إذا ما وجدتش نفوت المستغانم، إذا لقيت الأبواب مفتوحة فمستغانم هي اللي ترحب بي. فعلت نفسي يعني ما جاء بهذا الحدث وهذا الخاطر الإلهام تاعك. نعم. على 9:30 إلى 10 إلى في الجامعة تاع وهران الأبواب مغلقة. ذهبت مباشرة إلى مستغانم، وصلتها أتذكر نعم حوالي يعني 11:10 ودخلت يعني الباب الجامعة، وجدت يعني شابين خارجين يعني ما كنتش نعرف الأمر. قلت لهم من فضلكم وين راه المديرية تاع مصلحة المستخدمين؟ قالوا لي ما تقول لناش باللي راك جاي توقع. قلت لهم نعم راني جاي باش نوقع في محضر التنصيب. قالوا لنا حنايا لينا يعني نصف يعني دورة. وقعت الأمر يعني تم بسلاسة يعني كل يسر وسهولة. نفس يعني السيارة اللي أتيت بها يعني هي نفسها لقيتها يعني رجل. لدي معلومات يعني مسبقة بأن هذه البلاد يعني الطيبة التي صرت الآن يعني ابنا لها مالئة يعني بالزوايا، ومنذ أن دخلتها يعني وجدنا الزاوية العلوية فاتحة الأبواب، بالإضافة إلى زوايا أخرى، بحيث يعني في الليل أو في النهار يعني كنت مدرسا في الأمسيات في كثير من الأحيان منتميا لهذه الزوايا، بحكم ما أحمله في ذاكرتي من حفظ كتاب الله وكل يعني الأوراد يعني، فصرت يعني بشكل يعني عفوي وتلقائي منتميا لكل يعني هذه الزوايا وهذه يعني الطرق، يعني كأخ وكرفيق كابن اليوم وكفقير وكذلك يعني الابن. شحال عندك مستغانم اسمح لي؟ منذ 2002 يعني 21 سنة يعني 21 سنة. كي ترجع لورا هكا 21 سنة ندير هكا الخلف 21 سنة كيف شفتها؟ كيف تشوفها الآن؟ كما توقعتها وجدتها. الحمد لله الحمد لله شكر الله. لم أحس في يوم من الأيام أنني غريب، لا غريب الديار ولا غريبة يعني الأرواح ولا غريبة يعني الخلان. تحية هو يتكلم على الزوايا. ذكرت أستاذ عبد الله الأدرش والشيخ عثمان قريقة السنوسية، نشكرهم كثير. شاركونا الله يجازيهم. نعم شاركونا أكثر من مرة ربي يجازيهم. وأيضا الطريقة البوتشيشية. نعم شكرا. نعم. شكرا. يعني لو عددنا الحمد لله عندنا خلينا تاريخ خلينا الحمد لله الحمد لله رصيد كبير. هنا هو يحكي نرجع المصطلحات الروحية اللي تعلمناها في بغية المريد. نقدر نقول بأنه الأستاذ سماحي لقى العائلة الروحية نتاعو في مستغانم، عائلته الروحية كانت في مستغانم. تكلم سيدي سماحي راه يقول تكلم بأنه ولد زوايا، تكلم على مصطلح تكلمنا عليه في أول الحصص، تكلم على الأوراد يعني راه مربوط بواحد الشيء اللي هو مجموع عند كل، واتفقنا بأن كل الأوراد أصلها شاذلي، ولكن كل شيخ يعني ربما يضيف مسألة، أو لأن كل شيخ عنده احنا كي قلنا كيما الطبيب الطبيب هو اللي يعرف المرض تاع هذاك المريض، هو اللي يدير الوصفه اللي تلازم. كل الطرق عندها الاوراد نتاعها الحمد لله، ولكن المعنى واحد، المشرب واحد، السر واحد الحمد لله وشكر الله. كل من رسول الله ملتمسون. نرجعوا له اليوم سيدة أسماء أننا لما تكلمنا على الطرق الصوفية يعني وقلنا بأن الطرق الصوفية معظمها شاذلية، إلا أننا اليوم أمام
طريقة يعني طريقة لبيد سيد الشيخ متفردة. هي طريقة صديقية، لأنها هما المشرب بتاعهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. يعني هذه الخاصية اللي امتازت بها يعني الطريقة لبيد سيد الشيخ يعني كطريقة تصوف هنا في الجزائر. يعني شيء هذا عظيم، وهذا الدلالة كما قالوا الآخر، قالوا ماناش ولاد البارح، ضاربين في اعماق الوطن. لسنا ولاد البارح. الحمد لله. ونذكر قصة أحد الكتاب الكبار من مدينة تونس الشقيقة اللي هو محمد المكي، لما أصدر كتاب وسماه مرآة الضلالات وتنكر على الصوفية، حاول باش يشوه صورة المتصوفة خاصة في الجزائر. رد الشيخ العلوي بكتاب اسمه القول المعروف في الرد على من أنكر التصوف، ويقول له الشيخ جاوب هذا سيد محمد المكي بكلامه، خاطر محمد المكي يقول بأن في أوائل الرسالة المحمدية كنتم، قال لهم لا إنك تشهد بأننا كنا يعني مع وجود الرسالة المحمدية إنك تشهد علينا. وكان يعني هذا محمد المكي لما قرأ الكتاب القول المعروف والرد على منكر التصوف دخل الدار وبلع على روحه، وعلى كل حال ما حبش يخرج حتى طلب أن يتوسط له مع الشيخ العلوي باش يسامحه. هو المفتي قرا مصطفى سيدي مصطفى قرا مصطفى مفتي من الديار المستغانمية يعني، ولكن الشيخ قال له يا ودي أنت اللي تجرأت لماذا يعني. وهنا جبت أنا هذه القصة لما نقول التصوف يعني أنه متجذر في السيرة المحمدية وفي السيرة النبوية. شوف الطريقة الصديقية يعني رانا شيء قديم الجزائر يعني من أقدم الطرق الصوفية هنا في منطقة اللي هي منطقة لبيد سيد الشيخ. نعم. لها أولا العمق تاعها يعني التاريخي، البعد التاريخي، البعد الروحي، وكذلك الإمكانيات كذلك البشرية والاقتصادية. يضاف إلى ذلك أنه ربما هذه ممكن نتكلم عليها كذلك من خصائص الصفات يعني الطريقة يعني البوشيخية والزوايا، أنها يعني بوابة يعني الصحراء يعني، فهي في الجانب يعني الغربي على منطقة بشار وأدرار وابني والنيف، ومن الجهة الغربية يعني في منطقة يعني فيجي، وشرقا الأغواط وين نوجد كذلك يعني عين ماضي يعني اللي تيجانية، الطريقة يعني التيجانية يعني محوطة بكل الجهات. كانت عندي عمتي تغني بزاف واحد الأغنية يعني تذكر فيها البيض وتذكر الشيخ سيدي بن الدين، يعني أغنية يغنوها المداحات. ولما كبرت مشيت رحت زرت الشيخ سيدي بن الدين وعرفت شكون هو هذا الشيخ سيدي بن الدين، ولماذا الناس باش تعرف القوة واش دخل مستغانم الله يفتح عليك في. ولكن لما نشوفوا هذا الشيء هذا حتى بالتراث الشعبي الشفوي عند العجائز انت وانا كما نقول هنايا، وتبقى تتساءل، ولكن باش تعرف العمق الروحي هذه المنطقه. لما مشيت زرت انا القبه نتاع الشيخ سيدي بن الدين وشفت النوع القبب ونفت الشكل نتاع هذيك المنطقه وكيفاش هي مساله يعني الشيء اللي حقيقه تبقى تقول تكتشف شيء في بلادك اللي كنت غافل عليه هذه سنين. بماذا تمتاز هذه البلاد العظيمه وخاصه هذه المنطقه العظيمه نتاع الابيض السيتشي. دراستك للفلسفه ما بعدتكش على التربيه الروحيه اللي تربيتها؟ ابدا. هي اول شيء لازم نعرفه باللي في حاجه اسمها الشخصيه القاعديه. دخلت يعني الكتاب اللي نقولوا نحن الجامع، شيوخنا رحمهم الله سيدي محمد بن الحسين، سيدي عبد القادر العياشي، الحاج عبد القاري يعني الحاجي، وهذا كلهم كذلك يعني مريدين وتلاميذ يعني المشايخ يعني الكبار. لم أدخل يعني المدرسة إلا ويعني حفظت يعني جزء كبير يعني من القرآن الكريم، وما كان يصاحبه كذلك من الأمور المتعلقة بالنحو وبالعقيدة وكذلك بالمدائح يعني النبوية، خاصة المدائح النبوية التي قالها شيوخنا الكبير، بما فيها كذلك نعم بما في ذلك حتى قصائد التي قالها سيدي الأخضر بالخلوف اللي هي موجودة كذلك والناس تحفظها. ذهابي للفلسفة تخصص. إذن هذه الشخصية القاعدية يعني سرعان ما أوجدت لي يعني طريق داخل كذلك الفلسفة، أو تجذرت تلك الشخصية القاعدية بأنوار ولطائف يعني فكرية وروحية لكبار الفلاسفة والذين هم يعني متصوفين على غرار محمد الغزالي
اللي كانت الرسالة تاعي في الدكتوراه تاعي يعني تتمحور يعني حوله ابن عربي وغيره من الشهروردي والحلاج. بعد ذلك يعني لما انخرطت من الفلسفة إلى علم الاجتماع علوم الإنسان يعني ويعني المجتمع، إذن وجدت كذلك في هذه التخصصات في الحقيقة أدوات اللي تمكننا من فهم ظاهرة التقديس، فهم هذه الظاهرة، ظاهرة يعني الارتباط يعني الروحي لهذه الأجيال المتعاقبة يعني بالزوايا وبيعني المشايخ، حتى يعني إخواننا يعني العلمانيين أو المنكرين يستطيعون من خلال هذه المفاهيم يعني يبنوا جسور ويدخلوا لكي يفهموا يعني الأمر، وبعد ذلك يستطيعون الحكم عليه بشكل علمي وموضوعي. أستاذ مولاي، أنت كانت علاقتك كبيرة مع الأكاديميين، تعمل بزاف مع الأكاديميين. هذه تجربتي الشخصية، أنه دائما الأكاديمي كي يجي يشوف التصوف والزوايا دائما ينظر لها من الفوق كأنها تراث وانتهى، رغم أنها هي مش تراث، هو فن وعلم بحد ذاته. علاقتك بالأكاديمي، كيفاش تقدر تقنع أكاديمي أنه يكون متسوف؟ الأكاديمي هو في الحقيقة عنده المنهج العلمي. أيوة. ولما نقول المنهج العلمي أي الأكاديمي دائما يبحث على كل ما هو يعني ملموس، والتصوف يعني شيء بعيد شيء عنا. ما نقول شيء بعيد، لا بالعكس، التصوف هو في كنه الشيء، في سر الشيء وليس خارج عنه. هذاك الكنه كيف يصله الأكاديمي؟ الأكاديمي لما يصله أولا القضية قضية السيدة أسماء، القضية قضية الاستعداد. أيوة. الإنسان لما يجي من جانب يحوس يفهم ينال، لما يجي كمنكر هذاك المنكر ما عندك سواء عليهم وأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. السر كله في الاستعداد. هذا الإنسان اللي يجي عن طريق يحب يعرف. لا ننسى بأن أنا أتكلم خاصة عن الأكاديميين الجزائريين. الأكاديميين الجزائريين قاع نقولوها، يسمحوا لي هذه العبارة، قاع فيهم الطينة والطلية أهل الله. أكيد بغاو ولا كرهوا هذيك الطلية وهذيك الطينة. يعني هذاك لما يبدأ الحوار مع الأكاديمي في أمور ربما كانت عندهم عقبة لفهم أو لإدراك أو لتنوير بعض المفاهيم اللي كانت غامضة في البواطن تاعهم، كي يبدأ هذا التساؤل يكون الجواب من الجهة اللي بالمفهوم الصوفي أو بالمفهوم، هنا يوقع ما يسمى عند الفرنسيين لو ديكليك. يعني احنا درنا واحد الملتقى، أنا في جامعة المستقبل في كلية يعني العلوم الاجتماعية على الفضاء المقدس. تكلمنا عن الفضاء المقدس. لما نطقنا هذه الكلمة الفضاء المقدس وقلنا احنا ما هم الفضاء الأقدس، هم الأضرحة أولياء الله الصالحين. بدينا بهذه وجبنا صور للمقامات. وشكون اللي جاب لنا هذه الفهمة؟ شكون اللي ذكرها؟ ليسباس ساكري. شكون اللي ذكروا إيميل دي ميرغام. بدينا من عند إيميل دي ميرغام دخلنا لما جاء الجزائر. هو السؤال اللي طرحه على نفسه، ما سر كل هذه القبب؟ ما سر كل هذه القبب؟ ولكن شادر إيميل دي ميرغام مشى لهذه القبب ودخل هذه الأماكن وحس باللي كاين أمر، عاش تجربة. لما بدينا هذا الموضوع الأمر كله في الجامعات بدل، ولات نظرة أخرى رغم أن نقولوا نسبة قليلة يعني 2-3% اللي قال لك لا، ولكن الأغلبية قال لك هذا الشيء احنا كنا غافلين عليه، احنا ما تدركناش. غير باش احنا جبنا مثال سيدة أسماء كيفاش الأمور تبدأ في هذا الأمر. يعني تثمين واش قال الشيخ مولاي، il y a ce qu'on appelle les obstacles épistémologiques، يعني في عوائق يعني إبستيمولوجية. واحدة من العوائق التي أعرفها يعني ومؤكدة هي قضية طبيعة التكوين، ليكول يعني المدرسة اللي تخرج منها. المدرسة في الجزائر يعني هي إعادة إنتاج لبنية المدرسة الفرنسية التي يغلب عليها الطابع الوضعاني أو البوزيتيفيزم يعني الوضعية. حتى من الناحية التاريخية مثلا الاتجاهات الوضعية أو الوضعانية في كتاب التاريخ لا تعترف إلا بالوثيقة يعني بالمكتوب، وتحتقر كل ما هو يعني لا مادي بصفة عامة، وخاصة يعني الشفهي. وهذا اللي غفلنا عنه في تراثنا. إذن هذا التلميذ اللي ليست له سوابق يعني في الزاوية وتكونت الشخصية القاعدية اللي كنا نتكلم عليها اللي هو مفهوم المفاهيم يعني علم النفس يعني الاجتماعي. إذن سرعان ما تتشرب يعني في الشخصية تاعه بشكل غير واعي عائق، يعني أنه ينظر يعني إلى العالم وموضوعاته بهذا النظرة يعني الوضعية المادية، والتي تكفه أو اللي تخليه أن يكون عائق في أنه يكتشف السر. بغية المريد
بغية المريد. كيفاش نبدا؟ كيفاش ندخل سيدي البيضة سيد الشيخ؟ وهو اللي يقولوا عليه رحل البيضاء القصيدة. رحل البيضاء. رحل البيضاء. تكعارك لا تنساني. لا تنساني. من نبدا لبيت سيد الشيخ؟ قلنا طريقة شيخية هي الوحيدة ما تنتميش إلى الطريقة الشاذلية. هي طريقة تعود إلى أبو بكر سيدي أبو بكر الصديق. هي الصديقية. مين ندخلها؟ مين ندخل سيدي الشيخ؟ هي متطورة كثائر ولا كمتصوف؟ ندخلوها من يعني جيناكم ضياء بجاه ربي. سيدي محمد بن عبد القادر اللي هو سيدي الشيخ، والذي هو كان لهذه المنطقة شرف التسمية باسمه، فهو دافين هذه المنطقة يعني في حوالي 1616، على أساس أن سيدي الشيخ يعني ولد في 1533 يعني في القرن السادس عشر، وتوفي في بداية يعني القرن يعني السابع عشر. ونظرا للهالة يعني الروحية لهذه يعني الشخصية، صار هذا المدفن يعني الشريف يعني بمثابة حرم تلتجئ إليه يعني المعترة والخائف والجائع ويعني العابر يعني السبيل. تظهر يعني أهميته كثير يعني في القرن نهاية القرن التاسع عشر وحتى بداية القرن العشرين مع ثورة ولاد سيد الشيخ. هذه المنطقة يعني بصفة عامة اللي هي يقول الأبيض الشتيخ وأرباضها وكل المنطقة التي تحيطها، نستطيع أن نقول بأن تأثير الزاوية يعني البوشيخية والطريقة يعني البوشيخية يعني امتدت تقريبا في منطقة يعني واسعة خرجت يعني هذه المنطقة، على أساس أنه لما نادى يعني المنادي يعني الجهاد في مع ثورة ولاد سيد الشيخ ومعها بموازاتها فيما متأخرة يعني ثورة سيدي بهمامة اللي هم من نفس يعني الفرع، يعني الاستجابة كانت حتى من خارج يعني المنطقة سريعة. يعني نعم. وهنا نرجع للمسألة يعني المحورية والأساسية اللي نتمنوا الإخوان الأكاديميين وحتى يعني اللي عندهم تحفظات يعني الأمر أنه يدرسوا الأمور بصفة موضوعية وعلمية. ما تتميز به الجزائر يعني ربما بالقياس إلى جيراننا مثلا أنه لم تكن لدينا يعني سلطة يعني مركزية. لما ما يكونش في سلطة مركزية بمعنى ما يكونش في هناك وازع يزع الناس بعضهم عن بعض. السلطة المركزية فهمني أنا يعني الدولة ولم تكن لنا مؤسسات كذلك يعني تقترب أن تكون جامعية مثلا الأزهر مثلا في مصر أو الزيتونة في تونس. فعلا هذه نقطة مهمة. ولكن ما الذي قام مقام يعني هذا الغياب؟ الغياب الوازع هذا اللي هو الوازع تاع السلطة اللي ينظم العلاقات بين الناس والمؤسسات يعني كذلك يعني العلمية والدينية التي تربي وتكون. قام مقامها يعني الزوايا. إذن هذا تميز كبير للجزائر. نعم بطبيعة الحال. كنا نذكره كل مرة واللي مأكدوا لنا. ويسمح لي أستاذ أكاديمي. إذا اسمح لي أنا باش تكونوا في نفس. إذا إحنا في الجزائر عندنا سلطة روحية. ما عندناش هذه السلطة اللي في شي جميل. يتفضل. لا غير نزيد نذكر لما راه يتكلم على يعني على الأزهر والزيتونة والقرويين. التاريخ يقول بأن هناك أكثر من 6000 عالم جزائري هم الذين زكوا وهم الذين يعني بإثرائهم وبعلمهم زكوا الأزهر والزيتونة والقرويين. يعني أكثر من 6000 عالم جزائري باش نعرفوا بأن إذا ذكرنا هذه المؤسسات العلمية من الذي كان وراء يعني هذه الأرض، ومنهم هذا الرجال هم تلاميذ ومريدي هذه الزوايا. بغيت نضيف هذه النقطة سيدي اسماعيل. يعني هذه الزوايا اللي هي كما قلنا ليست مجرد يعني كما يعتقد البعض يعني هو مكان يعني فيه مجموعة تاع مريدين يتحلقون يعني عند شيخ يؤدون يعني الشرائع وبعض الطقوس التي يتحفظون عليها، بقدر ما هي كما قلنا يعني مؤسسة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. مؤسسة قائمة الجوهر تاعها أو جوهرها قائم يعني على البعد يعني الروحي، وهذا البعد الروحي هو الذي يعني يمكن يعني الشيخ بالكاريزما اللي عنده، بالانتماء تاعه كذلك للسلال. معليش نقطة. نعم. هو قال أنا باش نركز على المصطلحات الصوفية، قال الكاريزما اللي عنده، نقدر نقول بالسر اللي عنده. نقدر
نقدر نقول بالسر اللي السلطة الروحية اللي عنده. السلطة الروحية اللي عنده، خاطر ربما ما يسمى عندنا عند أهل السنة بالسيمة. أنا بحث عن مصطلحات صوفية. السيمة أو النمط أو النمط السمة أو النمط. هذه الكاريزما أو هذه الهالة اللي أعطت يعني للشيخ الزاوية هذه الوقار وهذه التجلة. هذا الشيخ ما عندهش يعني سلطة، ما عندهش عسكر، أيوة. وما عندهش يعني مؤسسة قضائية يعني مكتوبة اكسترا التي يجزر بها كذلك يعني الناس، لأنه كما قلنا ما فيش يعني هذه المؤسسات يعني أصلا مؤسسات يعني اقتصادية للناس يعني تستطيع تدخل في اقتصاد السوق، يعني في سلعة تبيع وتشتري اكسترا. لا، كانت فيه الزاوية اللي تقوم بكل هذه الأدوار، بكل هذه الأدوار، وهي مؤسسة يعني مفتوحة لكل الفئات، بما في ذلك غير المريدين، بما في ذلك حتى الذين بين مزدوجتين اللي يسموهم مثلا الآن المنحرفين. إذا تجد لذلك كانت شكلت يعني الزاوية كما هي غذاء روحي، توفر ذلك الأمن الروحي والطمأنينة من شظف تاع الحياة والخوف يعني من المستقبل، والخوف الناس من بعضهم البعض، الخوف يعني من الجدب والأمراض. الزاوية يعني مؤسسة يعني مفتوحة، إذن سلطة يعني روحية توفر كلش. إذن وهذه السلطة الروحية يعني كانت كذلك في السر فيها أنها كانت مركز دائرة، بحيث يعني جاذبة للأرزاق، وهذه الأرزاق يعاد توزيعها كذلك على مستحقيها. الشيخ يأتيه الأرزاق، يستطيع أن يكون مغتني، ولكن الشيخ لا يغتني، يعيد تدوير وتوزيع تلك يعني الأرزاق. كذلك مركز جاذب كذلك للكفاءات يعني التربوية والروحية ويعني العلمية. وبالتالي يجب أن نتعلم من كيف يعني أدارت يعني الزاوية أي زاوية من الزوايا، كيف أدارت وكيف تدير يعني هذه يعني كما قلنا هذه الأرزاق وهذه الغنائم كما قلنا، سواء الروحية أو المادية. يعني كيف؟ لأنه الآن عندنا مؤسسات مثلا عاجزة في أنها مثلا تدير فقط مثلا مسألة الحاجوس والأوقاف. صح. مشكل في هذا القضية، ولكن الزوايا ما كانش عندها مشكل. على العكس، على مر الزمن، على مر القرون الحمد لله. إذا تحتاج دراسة كبيرة من الأكاديمية. والإدارة هذه أنا وجدت بأنها كلها تقوم يعني كما راني قلت يعني في استهلت يعني حديثي على يعني مسألة يعني نقولوا سر سموه الأنثروبولوجيين كما قلنا يعني لا ديت دو سونس، يعني دين المعنى. إذن هؤلاء الذين يعني مريدين أو غير يعني مريدين، إذن وجدوا في الزاوية بصفة عامة وفي مشائخها يعني مصدرا يعني يستلهمون أو يأخذونه من المعنى. يعني هذا الشيخ يعني خلع لها على وجود هؤلاء يعني معنى، وهذا يعني المعنى أصبح في يعني مدينين له يعني دين. ذلك الدين كيفاش يرجعوه في شكل يعني طاعة عفوية وتلقائية. لما ينهى يسمع له أمره، عندما يأمر يسمع يعني الأمر، عندما يدخل في فض شقاق ويعني ليس شقاق كما الآن بين زوج وزوجة كانت كبيرة كانت مشكل بين يعني عروش التي كان لو لم تكن يعني الزوايا لأبيدت يعني أبيدت يعني وما لازمش ننسوا باللي المنطقة تاع الجنوب الغربي يعني بشكل يعني خاص، والهضاب يعني بشكل خاص يعني تشكل كما يقولوا مخزون يعني للثقافة العربية الإسلامية. هذه الطريقة يعني بفضل كذلك المشايخ قبل سيدي الشيخ كذلك يعني اللي كان لهم كذلك تكوين يعني علمي متين يعني في الأندلس وفي فاس وفي
يعني استطاعوا بتحالفاتهم كذلك إلى أنهم يعني يجذرون ويشكلون يعني هذا الخزان لتراثنا العربي الإسلامي، إن على المستوى كما قلنا لانغويستيك يعني المستوى اللغوي، وإن على مستوى كذلك المذهبي يعني في العبادات، وإن على المستوى العقائدي المذهب يعني الأشعري، وإن على المستوى الصوفي يعني الطريقة يعني الشاذلية. لما نتكلموا على الطريقة الشاذلية والطريقة الشيخية، هل هما المشرب واحد؟ دائما نعيد ونكرر أن المشرب هو واحد في حضرة بغية المريد، لكن هل نحس هناك فروق؟ أنت نقدر نقول بطريقتك الشيخية. نعم. لما جيت مثلا وشفت عندنا الطريقة الشاذلية الدرقاوية العلوية مثلا أو السنوسية، حسيت هناك فرق ولا؟ هو أصلا يعني بين قوسين الأمر غير محسوب أن فيه في فروقات، لأنه كذلك الروايات المتداولة على أن الطريقة الشيخية كذلك أسست يعني في المشرق يعني الزاوية أو الطريقة يعني البوشيخية اللي هي سليلة يعني الطريقة يعني الشاذلية. والأمر كذلك نقدر نثبتوه حتى من الناحية العلمية، يعني لما نأتوا بالتراث الشاذلي يعني بصفة عامة والتراث يعني التراث يعني الطريقة يعني البوشيخية. نقول البوشيخية ولا الشيخية؟ الشيخية أو البوشيخية. البوشيخية نفس الشيء، لأننا نقول الشيخية وأنت تقول البوشيخية باش المستمع يعرف. كي نقولوا بو باش يعطوا هذيك الوصاية نسبة إلى نسبة إلى الابن يعني لهذاك الآخر. إذن نوجدوا باللي فيه مصطلح يعني متداول في اللسان التناص، يعني نجيبوا مثلا أي قصيدة من قصائد سيدي الأخضر المخلوف أو الشيخ العلوي والياقوتة مثلا لسيدي الشيخ، نوجدوا يعني ورغم أنهم ما كاش فيهم اتصال كما الآن قال التليفون وصاحبي. نعم، تحس وكأن هذا أملى على هذا وهذا أملى على هذا. الأمر كذلك يتجسد فيما يسمى بالحس العملي، يعني ثاني فيه مصطلح يعني أنجبته العلوم الإنسانية بيير بورديو بشكل خاص، يعني الحس العملي، كيف التمثلات التي لدى المريدين والمحبين تاع التمثلات كيفاش يسلكوا، كيفاش يهضروا، كيفاش يديروا، تقريبا تجدهم يعني كأنهم يعني ولدوا من رحم روحية يعني واحدة، عائلة روحية واحدة. نعم. لذلك أنا عندما بنقول لك لما رحت عند مع سيمولاي وجمعت رحت ماهوش بدعوة رسمية، يعني رحت لأنني زائر عادي جذب. أينما تكون يعني الزاوية وأينما تكون فيه هناك طريقة، يعني بحكم كما قلت لك لانتمائي أجد نفسي يعني ذاهبا يعني وكأن فيه كما قلنا قطب يعني في حاجة تجذب، فيه جذب يعني في مغناطيس يجذب. نعم. وهذاك المغناطيس ما يتعطاش للكل. الأمر ما يحتاجش كما يذكر يعني الشيخ مولاي أنه فيه ذلك المسافة قبل والتحفظ والمسافة الاجتماعية، إذن اندماج يعني روحي يعني بشكل سهولة يعني بسلاسة، وما فيش يعني أكبر دليل من هذا أكيد لما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأرواح جنود مجندة. والأرواح يعني هؤلاء المريدين وهؤلاء الفقراء وهذه الأخوان يعني هي أرواح جنود يعني مجندة، يعني تتآخى وتتجاذب وتتحاب يعني بشكل عفوي وتلقائي. تصويف عادي هي أنه روحي وروحك تلاقت في عالم الأرواح مقبل وتعرفنا هنا عاودنا تلاقينا فقط التجربة. أستاذ مولاي، أنت كعلوي وشكرا للرفقة الطيبة اللي كانت في حضرة بغية المريد، كنت استفدنا منك بزاف، ولأنك أنت ما كنتش مثل الطريقة العلوية باش أعيد وأذكرها للمرة الأخيرة. سي مولاي بن تونس لم يمثل يوما الطريقة العلوية، وإنما مثل تجربة صوفية. هذه باش في الختام نقولها. أنت زرت لبيت سيد الشيخ؟ نعم. رضي الله عنهم جميعا مشايخنا. لما زرت وعشت التجربة هناك، نفس التجربة اللي عاشها الأستاذ اسمحي؟ أنا نرجع أنت صوفي وهو صوفي اليوم، تجربة صوفية شيخية مع تجربة صوفية علوية. حيث أنني تربيت في الوسط العلوي كما راكي تسميه أنت، يعني ولو أن أنا ما نحبش هذا، لأنني الشيخ العلوي يقول لك داري ودار بويا المكتماني غريب. أنا يعني فقط أنا حاولت أجيب، أنت تفهمني، أنا أجيب على بعض الأسئلة اللي يقولوا لي
على غير الزاوية العلوية. أعيدها وأقول لم يمثل يوما أستاذ مولاي الطريقة العلوية، وإنما تجربة صوفية محضة بمصغنمية. علشان نقول هذا البيت، هذه القصيدة تاع الشيخ العلوي داري ودربويا، أي مكان نمشي له في أهل الله دارنا، هو داري كما راه يقول سي اسمحي. لأن لما تمشي لهذه الأماكن، أولا تمشي ما عندك حتى خلفية، ولا ما عندك، تمشي يعني داركم. والشيء الجميل أنه كي توصل لهذه الأماكن تلقى اللي يلقاك في داركم، يعني باللي راك في داركم بلا ما تدي موعد، بلا ما تدي والو، تمشي التليفون وين جاي والو تمشي كي تجي داخل راك في داركم. هادشي يعني لما تمشي للزاويه الشيخيه يعني خاطر كله القضيه قضيه استعداد. يعني لما تمشي بهذاك تلقى اللي راه يرحب بك، لان الامر كان كما كنا نقولوا درك سيده اسماء كان سابق. لان القضيه قضيه الارواح، ماهيش قضيه هذا الجسد، هذا ما هو الا مركبه ماطيه يعني ولكن الحقيقه ان راك تمشي لداركم، سواء عند التيجانيين او عند القادريين او عند، وهذا الشيء هذا عاشوه كثير من واللي يحب يعني اللي يحب يعيش تجربه مازال الحال، يروح يجرب، مازال الحال يروح يجرب. البيوت مفتوحه روح جرب خطره، ما خاسر والو، عيش تجربه للحظات ورجع لنا الخبر. وتشوف الامر كيفاش داير. يعني لما تمشي باللي راك رايح لاهلك وتشوف يعني زين النية تمشي وتشوف كيفاش يكون القبول. وهذا الشيء هذا راه الحمد لله عاشوه الكثير، ماشي غير احنا، يعني شفنا من الناس كثير اللي عاشوا هذه التجربه، والحمد لله والشكر لله. يعني هذا دليل باننا كما قلنا سيدة اسماء، من ما تعرف باللي المشرب محمدي، وباللي الاب واحد، وباللي كما قال هذاك الصوفي الكبير مباطبه، قال من التصوف الحقيقه ما هي الا الأم واحدة، ولكن الآباء اختلفت. الأم زوجت شحال من رجل، ولكن الأم غير واحدة. يعني تسقى من ماء واحد ولا نفرق بين الأكل. يعني المسألة الماء هذا غير واحد، وهذا صح عطتك فاكهة هكذا ولا وردة، ولكن الماء غير واحد، سقى غير واحد. ولهذا الإنسان يمشي من هذا المبدأ، يعني بأنه هو نتاع الكل والكل نتاعو. بغية المريد. الجلسة كانت طيبة وحلوة وفت خفيفة هكذا ببركة مشايخنا. المرأة في الطريقة الشيخية عندكم في البيت سيد الشيخ، وخاصة النساء الكبارات عندهم واحد السلطة في البيض. لازم تعرفي بالليل التراث هذا الشفهي تاعنا شكون اللي حفظه وشكون اللي هي المرأة، لأن الرجل كانت لديه التزامات يعني أخرى خارج البيت والجهاد وأمر آخر يعني أكثر. لازم نقولها لك باللي المرأة، عشت مع جدة تاعي ومع جدات آخرين ونساء أخريات، يعني لديهم عمق يعني روحي يعني ما تتصوريش يعني. وكل الأمور اللي كما قلت لك يعني التراث اللي الآن نعرفوه عن هؤلاء المشايخ وعن مآثرهم، إذن حفظ من قبل يعني النساء. وفيه بعض النساء هن من يعني نظمت في المدائح وفي المآثر وفي القصص. وهذه الأم باعتبارها مدرسة عن طريق كذلك التربية وعن طريق القصة، هي التي نستطيع أن نقول يعني غذت يعني كثير من الأمور اللي نعرفها على سيدي الشيخ، يعني حكاتها للجدة تاعي، يعني متوارثة عن طريق السمع. كثير من القصائد اللي احنا عندنا شاعر كبير معروف يعني وطنيا وربما كذلك حتى يعني عربيا من الشعراء الفارس وشاعر يعني فحل، اللي هو سيدي محمد بالخير. هو اللي كتب رحال البيضة. الجدة تاعي حكات لي يعني القصة تاعه، يعني كيفاش كان هو يعني من قبيلة معروفة عندنا العريقة اللي هي قبيلة الرزيقات، وهو كان فارس وشاعر كذلك هذه الثورة. كثير من الأمور اللي هي تاريخية يعني هي مسجلة ومتداولة. إذا تحكي لي كيف أنه سيدي محمد الخير لما نفي إلى جزيرة كورسيكا، إذا استعاد تقريبا ولكن بشكل روحي متميز عن أبو فراس الحمداني، لما عنده قصائد يسموها الروميات اللي كان يبعث إلى ابن عمه لكي يحرره. سيدي محمد بالخير يعني كتب كذلك قصائد التي يستجدي بها شيخه سيدي الشيخ لكي يعني معتقدا بأنه يفك يعني أسره، وفيها بعض الأحيان شيء من اللوم، فيها شيء من يحسره على سماحات الأحرار، جمع السماحات اللي هي كاع هي العنوان تاع الولاد سيدي الشيخ يعني، لأنها تنتهي إلى سيدي بوسماحة.
يا حسرة على سماحة الأحرار منذ قابر فيكم ما حاروا فيه. القصيدة اللي ممكن الناس الجزائريين يعرفوها لأنها تغنت يعني غنوها يعني في الراي رحل البيضاء لله حرمتك عارك لا تنساني. إذا هذه الأمور ما قريتهاش أنا يعني حفظتها لي قالتها لي الجدة تاعي ووجدت يعني القيمة تاعها الفنية والأدبية. شوف كذلك الاستظهار كذلك التأسي بالرسول وبهجرته لما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خرج أمام في هجرته والناس يعني نيام وكأنهم غير نيام فجعلنا بين مسد وخلفهم فأخشينا كذلك في القصيدة تقول للجدة تاعي حفظتها لي وفاتع للعساس غير ساهمة بهرقاد يعني لأنه يتصور أنه سيدي محمد الخير يعني فر يعني من السجن يتكلم عن البيبان والأقفال كذا وفاتع للعساس غير ساهمة بهرقاد. يعني هذا التراث والحرارة تاعه يعني الصورة السينمائية اللي تعطيها له أيضا شكون اللي نقلتها هم نقلتها أمهاتنا يعني وجداتنا رحمهم الله أكاديمي. لما نحط لك هذا التراث اليوم بين يديك كيفاش تقدر توصلها لطلبتك في كلمة؟ طلبة أنت كيفاش توصل لهم؟ أولا في السلوك تاعي لأنه الجيل تاعنا جيل ما يحتاج أنك تمارس عليه يعني ديك السلطة يعني مسيو مراد راك ماكش مليح دير ودير كذا من هي يعني والإدانات الأخلاقية يحتاج إلى مثل أعلى تماما كما كان الشيخ الزاوية مثل أعلى لمريديه ولغير مريديه. سليل أنا وارث وهذا الورث لازم نبلغه كما قلت لك يعني بالسلوك تاعي. والركب تاع الركب تاع سيدي البيت الشيخ في هذا في جوان في شهر جوان ان شاء الله ان شاء الله. شوف جلسه معك طيبه الله يجازيك خيرا بارك فعلا كان ختامها مسك. نعم شكرا. بدارة الاولياء الصالحين وبركه رب العالمين. مانيش عارفه كيفاش نختموها سي مولاي. انا اولا سعيده اني تلاقيتك اليوم استاذ سماحه الله يجازيك خيرا بارك الله. سعيده بالصدفه اللي خلتني نعرفك باش نجيبك الاذاعه وهي صدفتنا هي كانت مو نقول الصدفه ما في صدفه عند المشايخ كل شيء مبرمج سي مولاي عجبتني لما تقول لها الشيخي. شوف رجل اكاديمي دكتور بروفيسور لكن ما زلت تحافظ على هذا السلوك كلمه شيخي كلمه سيدي. فنقول لك يا عزيزي المستمع وانا وحده نقولها لنفسي ما نخجلش بتراثي ما نخجلش بنفسي لأني هكا خلقنا رب العالمين وهكا نحافظوا على هذه الجزائر العميقة العظيمة اللي من خلال حضرة بغية المريد حاولنا كتر يحاول سي مولاي أنه يوصل حاجة للشباب. همك هو الشباب همي هو الشباب فجاب لك ربي اللي يساعدك أستاذ سماحة في الجامعة مع الطلبة. فقط أنا أتمنى أنه هذا أنه الأكاديميين وخاصة اللي مهتمين كما أنتم علم الاجتماع وعلوم التربية أنكم تحاولوا مع وزارة التربية أنه ندخلوا هذا التراث مش في الجامعة فقط وإنما في المراحل. نبدأ من الابتدائي يا سيدي مش من الابتدائي نبدأوها من المتوسط. ندخلوا أشعار الأشعار اللي كنا نحكوا عليهم أشعار سيدي الأخضر بدل ما نقريه مثلا المعلقات أو نقريه ما ننكرش أن إذا عندها فائدة لكن الأولى خيري ما نعطيش لغيري. أنا ندخل قصيدة تاع سيدي الأخضر ندخل قصيدة تاع الشيخ العلوي قصيدة تاع سيدي بومدين قصيدة تاع مجموعة شعراء على بيت سيدي الشيخ. ما حكيتوليش حاجة سيدي بالقاسم وين علاقته مع لبيت سيدي الشيخ. سي مولاي اختموا بالطريقة اللي تعجبكم ولكن ما تنساوليش علاقة سيدي بالقاسم وبيت سيدي الشيخ. أثبت تاريخيا بأن سيدي بالقاسم درس عند سيدي بوسمح
أنه من تلاميذ سيدي بوسمح. يعني هذا الشيء راه معرف تاريخيا، يعني لقينا الكثير من الوثائق التي تثبت هذا الشيء هذا. وعلاقة كذلك ثانية رانا نحقوا فيها ما رانيش عارفها، هو علاقة سيدي محمد المجدوب كذلك بمنطقة بيت سيدي الشيخ وسيدي بوسمح. يعني ربما كانوا يقولوا بأن كانوا تعاصروا، يعني هذا التاريخ اللي مازال ما حققنا فيه. ويقول بأن سيدي المجدوب يعني خطفوه جماعة من القراصنة وربوه في البحر. نعم سيدي محمد، نعم سيدي محمد المجدوب. أيوة، ويقولوا بلي هو من المنطقة كذلك وتربى هنا في مصغنم، ويسمى اليوم واحد من الأولياء اللي هما حراس البحر. شوف وجاء من الصحراء باش يكون حارس البحر. يعني شوف الشيء اللي الحكمة هذا كذلك رانا نحقوا في هذا التاريخ. أنا غير باش نرجعوا لهذه العلاقة معكم في سيدي الخضر مع كذلك. يعني كنت سجلت مع مستمع مرة لقيتها في سيدي الخضر، وكان هو من مدينة البيض، وقال لي أني متأكد أن هناك علاقة بين سيدي الخضر وبيت الشيخ. هي كاين حقيقة ستادير تاريخية في الحقيقة تأكدها يعني حركة يعني الهجرة، أنه كل الطرق يعني الطرق اللي موجودة مثلا في الجنوب الغربي يعني أو في الصحراء لابد أنها مرت يعني من الشمال ولا بد وبقات يعني وكانت عندها جذور تاعها. وكاين أكثر من هذا كذلك راه يقيد يعني التحقيق. احنا عندنا في القرية اللي ولدت فيها وترعرعت فيها القرية تاعي اللي يسموها القاصول، نقولوا القاصول حنايا لازم نعرفوا بلي نتكلموا غير القاف. نعم قرفية تقول قرفية القاصول. إذن القاصول واحدة من أقدم القصور كذلك في المنطقة على غرار بوسمغون، على غرار اللي هو المرتع ومكان التيجانية، على غرار يعني الشلالة اكسترا. إذن عندنا الولي الصالح اللي هو قامت عليه يعني هذه المنطقة الحضارية يعني المتميزة، سيدي علي بن سعيد اللي هو الجد يعني سيدي الشيخ من أمه. واللي بعض الروايات تقول بأنه سيدي سعيد اللي راه في مصطغان البلدية، وفيه البعض اللي قال لنا كاين الأب تاعه القبة تاعه راه في غليزان في منطقة مانيش عارف. ولكن الأكيد بأنه أن سيدي علي بن سعيد اللي هو الجد سيدي الشيخ يعني الابنة تاعه هي أم سيدنا الشيخ كما تقول كذلك يعني الرواية، هو جاي من هذه. على كل حال أنا باش ما نقولوش ختمنا ولكن خاتمنا. احنا نتمنى باش هذا الختام يكون بختم الأولياء والصالحين اللي تكلمنا دارونا في هذا الباب باش نعاودوا نذكروهم، باش نعاودوا نحيوا السر نتاعهم، باش نعاودوا نحيوا الحضور نتاعهم. لأن في هذا الحضرة يعني كل ما ذكرنا هذا الناس هذا الأولياء نكونوا في الحضرة نتاعهم، هذا ما فيش الشك. وشفنا الكثير من الناس اللي جات لهذا الحصة أن مباشرة ما يقعد هنا باش يتكلم يتبدل من حال إلى حال، ينتقل من حال إلى حال. هذا شدناه وشفناه وعشناه. وإحنا لما نقول غادي نختموا هذه، ولكن نتمنى هذا الشيء يكون بختم من هذا الأولياء كما ختموا الكل الأولياء الكبار كما قالها سيدي الخضر بصالح العبارة. وآخرها ختم فيها سيدي المفضل، أي كلهم نالوا هذاك الختم نتاع أهل الله نتاع السر. في الحقيقة احنا كل ما عنديش كما يقولوا نتكلموا بالعامية جرام نتاع شك بأن كل جزائري أصيل فيه الختم نتاع الأولياء أكيد. يعني مطبوع، ما هذه ما كاش الشك. ولكن الغفلة هذه البشرية وهذه الغفلة هذا هو ابن آدم. يعني نتمنوا أن هذه الحصة كانت على كل حال مفيدة للكثير من المستمعين، وخاصة اللي قصدناه احنا وخاصة الشباب، لأن هذاك الشيء كله كان موجه للشباب باش يعاودوا يرجعوا لهذا التراث الحي. أكرر هذه الكلمة، تراث حي، وليس ماشي انا بنديروه في المتحف، ماشي انا نتكلم لكم على التراث باش نقول لكم روحوا ديروه في المتحف، بالعكس ارجعوا له باش تعاودوا تصيبوا الهوية نتاعكم، باش تقدروا تكملوا المسيرة نتاعكم اللي باقية في هذه الحياة الدنيا، وباش كذلك تعرفوا انتوما بناين من وشكون. إيش خصو يعرف أصله، واللي يعرف أصله ضمن المستقبل تاعو ارتاح. ونعاود نكرر العبارة واللي ما عنديش فيها الشك اللي قالها سيدي عبد الرحمن المجدوب، يقول لك السور لا تعليه ولا تغمق في ساسه، والحر لا توصيه
يكبر ويولي الناس. على كل حال حنا نتمنوا بأنكم تكبروا وتولوا الناسكم. وأشكر أخي الأستاذ يعني اسمحي على الحضور نتاعو معنا اليوم، وعلى فادنا بالكثير من المعلومات، وعلى كأكاديمي اللي راح على كل حال هو راه مشغول بهذا التراث باش كذلك يورثوا، نقولوا بهذه العباره، باش يورثوا وباش يبلغوا للاجيال ان شاء الله، ويكون معاه دعوه الصالحين وما كاش الشك باش ان شاء الله الرحمن الرحيم يفوت. ونشكر كذلك الاخت السيده اسماء اللي في الحقيقه سهرت ووقفت على هذا الحصه واللي كانت بادرت، ونشكر على اللي اعطانا الاسم لهذا الحصة. ونتمنى إن شاء الله أن نلتقي في حصص وفي فرص أخرى، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلمتي الأخيرة يعني هو أني نعاود نستكثر خيرك. عفو، أنا اللي كتر نستكثر خيرك باش نستكثر خيرك، نستكثر خير يعني شيخي أنني تمكنت بأنني نقول بعض يعني الأشياء، وفي نفسي خوف أنني ما وفيتش يعني وفيتش يعني كما قلت لك يعني هذا الغنى وهذا يعني الهالة وهذا يعني الرصيد يعني من خلال يعني هذا من خلال الكلمات، لأنه التجربة الصوفية هي تجربة اللي داخل فيها ما يقدرش يقول عليها كل شيء، واللي خارج ما يقدر يعرف عليها حتى حاجة. هي هذه التجربة. إذا أنه لغتنا يعني مهما كانت فقيرة، والوقت كان ثاني وقت يعني فاغر في أننا نفي حق يعني هذا الأهداف يعني هذه الحصة، لأنها مرتبطة كما قلت يعني يعني من نكن لهم يعني كل الاحترام وكل يعني التقدير. ومهمتنا هي كما قال شيخي أننا يعني كذلك الشيء اللي نعرفوه والشيء اللي نديروه قولا وفعلا يعني نبلغوه لمستحقيه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعطيكم الصحة، شكرا جزيلا.